وضع المغرب آخر لمساته على المشروع الضخم ميناء الداخل الأطلسية الذي سيكون جاهزا ما بين سنتي 2027 و 2028 وفق ما كشفه نزار بركة وزير التجهيز والماء. وقال بركة خلال جلسة مجلس النواب أن الميناء الذي سيكون بوابة إفريقيا الجديدة وصلت أشغاله إلى نسبة 12% وكلفته تزيد عن 12 مليار درهم، مضيفا أن ميناء الداخل بمثابة ميناء طنجة المتوسطة، أي أنه سيكون محيطا بمنطقة صناعية ومنطقة لوجستيك. ويعد ميناء الداخل الأطلسي الكبير من أضخم المشاريع التي تضمنها النموذج التنموي المغربي للأقاليم الجنوبية، إذ يهدف إلى إحداث نقلة اقتصادية نوعية في جهة الداخل وادي الذهب تشمل العديد من القطاعات من بينها الصيد البحري والطاقة والسياحة والصناعات التحويلية، فيما ستتحول المنطقة إلى قطب للخدمات اللوجستية. ويكتسي ميناء الداخل الأطلسية أهمية استراتيجية باعتباره يشكل بوابة المغرب على إفريقيا وأوروبا، فيما تسعى المملكة إلى جعل الواجهة الأطلسية واجهة بحرية للتكامل الاقتصادي والإشعاعين القاري والدولي. ويقف مشروع ميناء الداخل الأطلسي شاهدا على التحولات العميقة مع انطلاق قطار التنمية في الأقاليم الجنوبية تأسيسا وتأهيلا للمجال الساحلي المغربي، بما في ذلك الواجهة الأطلسية للصحراء المغربية بوابة لفضاء التواصل الإنساني والتكامل الاقتصادي والإشعاع القاري والدولي. ويتكون المشروع من 3 أحواض مخصصة للتجارة والصيد البحري وإصلاح السفن، وتبلغ تكلفة إنجازه 12.65 مليار درهم، أي حوالي 1.1 مليار دولار، وتشرف على بنائها مقاولات مغربية وخبرات وطنية. كتب موقع أوراس التابع للنظام العسكري الجزائري أن عطاف اتصل برئيس الدبلوماسية المغربي ناصر بوريطة ورفض الرد على المكالمة الهاتفية. وكشف وزير الشؤون الخارجية لدولة العسكر أحمد عطاف أن ناظره المغربي ناصر بوريطة رفض الرد على مكالمته الهاتفية لتقديم التعازي إثر الزلزال الذي ضرب المغرب. وقال خادم العسكر في لقاء مع الإعلامية الجزائرية خديجة بن قنة عبر منصة أثير إن المغرب لم يقبل المساعدات التي عرضتها الجزائر إثر الزلزال الذي ضرب عدة مناطق. وأكد عطاف أنه كلف بالاتصال بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لتقديم التعازي في ضحايا الزلزال، إلا أنه لم يرد على مكالماته إلى غاية اليوم. وأضاف عطاف في حديثه أنه بعد المأساة التي أصابت المملكة المغربية كانت الجزائر من أول الدول التي عرضت المساعدات، إلا أن المغرب رفض اليد الممدودة، كما رفضتها الجزائر سابقا في حرائق منطقة القبائل. حينئذ كان المغرب قد قدم مساعدات وطائرات الكنادير لإخماد النيران الملتهبة التي امتدت على أراضي القبيليين المستعمرين من طرف الجزائر. وأردف خادم العسكر أن الأمور لم تتم بطريقة سلسة، مؤكدا أن الإدارة السياسية وحسن النية لم تكن موجودة لدى السلطات السياسية في المملكة المغربية، كما أنها لم تكن موجودة سابقا لدى السلطات العسكر الجزائرية عندما تقدم المغرب بمساعدة لإخماد الحرائق في الجزائر وعرض اليد الممدودة التي قدمها الملك محمد السادس مرات عدة في خطاباته أمام الشعب المغربي. وبخصوص قضية الصحراء المغربية، قال عطاف إن سنة 2007 كانت سنة تقدم بها المغرب بمقترح الحكم الذاتي الذي لم يكن هدفه حل القضية الصحراوية،
حسب تعبيره. وأضاف عطاف أن مجلس الأمن لم يخصص أي جلسة على مدار السنوات الماضية لدراسة مقترح الحكم الذاتية الذي عرضه المغرب سنة 2007، إلا أن مخطط الحكم الذاتي عرف دعما دوليا لواقعيته وجديته في الصحراء المغربية.